أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا مشاهدي قناة مستر فايبس. بيتجدد لقانا اليوم في بودكاست رحلة وعي وحلقة جديدة في موضوع شيق للغاية. قبل ما نبدأ حديثنا النهاردة سبسكرايب للقناة، ولو مشترك بالفعل شاركنا برأيك في التعليقات عن مضمون الحلقة والحلقات السابقة. معانا اليوم كوتش ريهام عامر، مدربة يوجا ثيرابي ومعتمدة من الاتحاد المصري ومعالجة بالعلاج التكميلي والتشافي الذاتي. أهلا بيكي كوتش ريهام. بنتكلم النهاردة عن عادة التأمل. لو قلتلك 3 دقايق بس ممكن تغير مزاج يومك، هتصدقني؟ هنشوف النهاردة ازاي التأمل وتصفية الذهن ممكن تخليك إيجابي أكتر وتغير مودك ومزاجك على مدار يومك. أهلا بيك معانا في رحلة جديدة من رحلة وعي. النهاردة هنفكك التأمل، إيه هو وليه بيهدي دماغك بسرعة وإزاي تبدأه من غير تعقيد. خليك معايا وفي آخر الحلقة هتتعرف معانا على الزمن الذهني واللحظة الذهنية وإزاي تقدر تعيش هنا وإزاي تخرج من كل أحزان الماضي أو مخاوف المستقبل. وبنبدأ مع بعض أول سؤال لكوتش ريهام. كوتش ريهام، لو قلنا لأي حد 3 دقايق بس ممكن تغير مزاج يومه عن طريق إنه يمارس عادة معينة زي عادة التأمل، هل هيصدقني فعلا؟ وليه التأمل أصلا؟ ولو في تعريف بسيط عن التأمل يقدر يفهمه المستمع أو المشاهد تقدري تفيدينا بيه. يا مساء الجمال والبركة والنور والصحة على كل المتابعين ليا والمستر فايبس. النهاردة رجعنا لكم بموضوع فعلا شيق وممتع وعميق، والبحر فيه كبير جدا، ويا رب كده نسأل الله عز وجل ان احنا نكون بنقدم فيه فايدة حقيقية ويلتمسها كل الناس اللي بتسأل في الموضوع ده. فخلينا نبدأ بأول حاجة، يعني إيه التأمل أو تعريف بسيط للتأمل. التأمل هو لحظة الحضور، أني أكون في وعي حاضر، حاضر جوه جسدي، متواجد جوه جسمي. زي مثلا لما الإنسان بيبقى خارج شوية مع أصحابه وفجأة نبقى قاعدين في القعدة وبعدين فجأة حد يقول للتاني إيه ده أنت فين؟ أنت سرحان فين؟ هو مش حاضر في جسده ولا متواجد في اللحظة دي. فالتأمل بمنتهى البساطة معناها حضور وعي الكامل وحضور روحي جوه جسدي، وإنه أنا أكون بعيد شوية عن المشتتات، يعني أخد وقت لنفسي أهدى وأرجع فيه جوايا وألاحظ بوعي وأكون واعي للحظة اللي أنا فيها، وأغمض عيني وأراقب التنفس بتاعي وأسمح لكل كياني بالهدوء بالتوازن بالحضور، وبيحس بالسكون والسلام في اللحظة دي. فبنحاول إن احنا ببساطة جدا نعمل التأمل علشان يساعدنا ان احنا نكون حاضرين مع انفسنا هنا والآن. طيب ايه الفوائد النفسية السريعة اللي بتعود على الفرد من ممارسته لعادة التأمل؟ طبعا فوائد التأمل لا تحصى ولا تعد. التأمل اصلا اساسه كان عبادة كل الانبياء والرسل عليهم السلام. محمد عليه الصلاة والسلام كان بيطلع في الغار قبل ما تنزل عليه الرسالة حتى يتدبر ويكون في سكن وسكون وحضور وذكر. كمان إبراهيم عليه السلام، موسى عليه السلام، وكتير من الأنبياء. تمام؟ فكانوا دايما بيعتزلوا الأقوام بتاعتهم ويقعدوا في حالة من الحضور بالتأمل بعيد عن المشتتات، لأنه فوائده النفسية حقيقي هو بيهدي رتم الأفكار وسرعة الأفكار، وإحنا بقينا في وقت وزمن سريع شوية. بيرفع صفاء الذهن، تحس كأن في أمواج
كتير جدا وأوفر ثينكينج في البني آدم أو في عقله، وبيبدأ فجأة يهدى تماما. بيحسن النوم أكيد طبعا. كل ما الإنسان عمل تأمل وواظب عليه، كل ما شاف إنه في تحسن في نومه وصفاء ذهني كبير جدا. طيب هل التأمل فوائد جسدية بتعود على الفرد اللي بيمارسه؟ وطبعا ليه فوائد كتير جدا على مستوى الجسد، ده أكيد، لأنه جسمنا ببساطة وجهازنا العصبي وحتى القولون وحتى كل أعضاء الجسم بيتأثر بمجريات الحياة ومعطيات الحياة اليومية، من ضغط في الشغل، من ضغوطات في البيت، ضغوطات في أي أحداث معينة الإنسان بيمر بيها. فلما أمارس انتظام التنفس وأسمح إن نبض قلبي يكون هادي، مفيش حاجة بتستعجلني، وأسمح بلحظة سكن وسكون، وأغمض عيني، تأدي نفسي فرصة إنه عضلاتي تسترخي، جهازي العصبي يسترخي، أجدد الطاقة بتاعتي بالتنفس، أكيد ده بيساعد الجسم كله إنه يكون في صحة أفضل وأحسن بكتير. إيه مستوى تحسن السلوك والعلاقات للشخص اللي متعود إن هو يمارس عادة التأمل؟ على مستوى السلوك والعلاقات، هل التأمل تأثير على مستوى السلوك بتاعنا، سلوكياتنا والعلاقات؟ definitely 100% أكيد، لأنه كل ما أنا كنت بدخل في ستيت أو في حالة من التأمل، والتأملات أنواع كتير جدا ومفيش مفروض أو لازم في أي تأمل. أنا بختار التأملات اللي بتناسبني، سواء مع حد مرشد أو أنا بنفسي اللي بمارسها ببساطة، لأن هي ملهاش ما بحبش أحط التأمل في حالة من القولبة أو قالب معين بيتعامل من خلاله التأمل. تمام. فأكيد بيبقى عندي هدوء وحكمة أعلى في التعامل مع نفسي في المواقف والأحداث وفي ردود فعلي وفي الصبر بتاعي في أي موقف بمر بيه أو علاقات بمر بيها أو مشاكل معينة مثلا في شغلي. بتختلف الإنسان اللي بيعمل التأملات كتدريب زي تدريب عضلاته في الجيم، بعد فترة بيبدأ يلاقي إن هو ردود أفعاله على المواقف، على الأشخاص، على علاقاته، على أي أزمة بيمر بيها بتبقى أهدى، وبيقدر يفكر بطريقة صحية أكتر، وبياخد القرارات مش بناء على انفعالات وخلاص، لا، بناء على هدوء أكتر وحكمة في كل موقف. في معلومة أو أسطورة مغلوطة عند البعض إن لازم يكون قديس أو لازم يكون روحي أو موصول علشان يقدر يقوم بعادة التأمل. هل أنا لازم أو مفروض علي أكون حد spiritual قوي أو روحاني أو قديس أو أيا كان علشان أكون بمارس تأملاتي؟ لا طبعا. أنا قلت إنه حتى الأنبياء والرسل عليهم السلام من قبل ما يعرفوا بالتكليف بتاعهم ولا يعرفوا بالرسالة كانوا بيحبوا يتفكروا ويتدبروا ويتأملوا في ملكوت الخالق، ويقعدوا في لحظات مع نفسهم في حضور واعي بعيد عن المشتتات من المشاعر والأفكار والبرامج والآباء والأجداد والأقوام، وكانوا بيعتزلوا كل ده علشان يوصلوا لحالة من النور والحقيقة. فالتأمل هو مهارة يومية أي حد يقدر يمارسها، زي تمرين الجيم بالظبط، زي تمرين المشي، بس أنا بمرن نفسي من جوه على الوصول لحالة من السلام حتى في وسط العاصفة. مهما كان عندي عواصف برا
أنا بحافظ على الستيت بتاعتي من جوه، روحي ونفسي وجسدي في حالة من اسم الله السلام، والتواصل العميق مع النور الإلهي والنفخة الإلهية جواي. وهل لازم دماغي يكون فاضي تماما وأنا رايح علشان أعمل عادة التأمل، ولا التأمل هو اللي بيساهم في فكرة المايندفولنس أو تصفية الذهن؟ غالبا في ناس كتير جدا بتفتكر انه عشان امارس التأمل انا محتاج انه انا الاول اكون مفضي دماغي تماما. طيب، هو ده فكرة مغلوطة، لانه بمنتهى البساطة مفيش انسان على وش الكرة الارضية كلها يقدر يوقف سيل الافكار. دي فكرة مغلوطة. تمام. انا مش هدفي هنا اوصل للصفر افكار، أنا هدفي إني ألاحظ وأراقب الأفكار دي، وأفهم إنه أنا لست أفكاري، وإن هي مجرد أفكار عابرة بتمر زي السحب في السماء، وبسمح لها إن هي تمر بلطف وبهدوء وبتقبلها. وهنا نقطة مهمة جدا، بتقبلها وبشاهدها وبديها قبول وبكون لطيف مع نفسي وبسمح لها إن هي تمر. إمتى أقدر أحس بفايدة من ممارسة عادة التأمل؟ أنا ببدأ أستشعر الفوائد بتاعة ممارسة التأمل بطريقة فعالة عليا، آه، غالبا بعد أول جلسة على طول. لو أنا أول مرة في حياتي بدخل جوه نفسي وبمارس التأمل وبسيب الدوشة اللي بره من أحداث، من مواقف، من أشخاص، وباخد وقت لنفسي وبقعد فيه بروقان، في مكان مفتوح أو في الغرفة اللي تخصني، وببدأ أرتاح وأراقب النفس وأراقب أفكاري بتبدأ تهدى، وأراقب إنه جسمي وجهازي العصبي بطل توتر وشد وعضلاتي بطلت تشد، وبراقب السلام وحالة السلام والسكن والسكينة جوايا. غالبا من أول جلسة تاني يوم على طول أول ما بصحى بلاقي نفسي صاحي في حال أفضل بكتير، الوعي والإدراك عندي أعلى، ببدأ أحس بالفايدة على جهازي العصبي والعضلي، وببدأ أحس إن أنا حابب إني أمرن نفسي على ده بشكل يومي. بعدها من 10 أيام ل20 يوم لو مرنت نفسي على التأمل بانتظام، ولو حتى 10 دقايق كل يوم، 5 دقايق، 10 دقايق، ربع ساعة، وأرفعها بالتدريج، ببدأ أشوف فوائد كبيرة جدا جدا على مستوى صحتي الجسدية، على مستوى تركيزي أكتر، على مستوى توازن جهازي العصبي، على مستوى تعاملاتي في اليوم كله. طيب، هل في بروتوكول معين تقدري حضرتك تفيدي بيه المبتدئين؟ يعني لو أي حد سمعنا النهاردة مثلا وإحنا بنتكلم عن عادة التأمل وهو ما كانش بيمارس التأمل قبل كده، هل في بروتوكول معين يقدر يمارس بيه التأمل؟ لو هناخد بروتوكول بسيط جدا يتعمل في 5 دقايق، أنا بقفل تليفوني، بفتح أي حاجة أحب إن أنا أسمعها جنبي، أو ما بفتحش حاجة خالص لو أقدر في الأول إن أنا أمارس التأمل بصمت نهائي. تمام. بس يفضل في الأول أفتح مثلا صوت مديتيشن، عصافير، صوت بحر، آه، أو مثلا تسبيح، أيا كان اللي الشخص بيفضله، وأبدأ أراقب النفس وأنا مغمض العينين، ظهري مفرود، رجلي لمسة الأرض، في مكان نظيف مترتب متعطر، وأبدأ أقعد ظهري أراقبه إن هو مفرود، أراقب إن أنا بتنفس بعمق وإن البطن كلها بتمتلئ بالأكسجين، وبعدين ببدأ أعمل زفير وأحرر ببطء من الفم النفس، ممكن آخد 4 عدات وأقف وأرجع تاني زفير في 4 عدات
وهكذا. وأنا براقب بس عملية النفس، براقب رجلي وأنا مغمض عيني، براقب جسمي وهو مرتاح، براقب هدوء الجهاز العصبي، هدوء أفكاري، براقب إنه أنا في حالة دلوقتي من السلام، واسم الله السلام بيتفعل فيا، وإن أنا في حالة من الراحة مع نفسي. أساس التأمل إن أنا أتعلم أعرف نفسي أكتر، أفهمها أكتر، أحبها أكتر، أتواصل مع النور الإلهي والنفخة الإلهية جوايا بشكل أعمق، والحب الإلهي جوايا بشكل أعمق، وإني بأقدم لنفسي. فبمنتهى البساطة بقعد لمدة 5 دقايق، ممكن جوايا أبدأ أردد أي ذكر أنا أحب أذكر بيه ربنا باطنيا بالقلب وبدون تحريك اللسان، مع التنفسات شهيق وزفير. وبعد 5 دقايق أرجع أفتح عيني وأسترخي تماما وأنام. امتى وفين اقدر امارس التأمل علشان احصد النتائج الايجابية بتاعته؟ يعني أعمل التأمل فين وإمتى؟ بمنتهى البساطة جدا، التأمل بيتعمل في أي مكان مناسب ليا على حسب أنا تواجدي فين. طبعا لا يفضل خالص أن التأمل يتعمل أثناء الشغل أكيد، ولو أنا سايق عربية. لكن لو أنا متواجد مثلا في مكان مفتوح على البحر، في جنينة، أو مثلا في الغرفة بتاعتي، في الصالة بتاعتي، بس يكون ما فيش مشتتات، ولا تلفزيون ولا تليفون ولا أشخاص بتقاطعني، يعني نبعد عن المشتتات والمقاطعات تماما. أكون لوحدي، أوكي، ده لو أنا هعمل تأمل فردي يعني. وأبدأ ممكن أقعد على كرسي، على سجادة، على مات يوجا، على كنبة، زي ما أحب، بس رجلي تكون لمسة الأرض، مربع أو مش مربع اتس اوكي، مفيش مشكلة. ممكن أكون قاعد على كرسي عادي فرجلي لمسة الأرض، أو مربع عادي كمان. مفيش هنا قواعد، كل حد يعمل الشيء المريح ليه، المناسب ليا، اللي هيخليني أكون في حالة من السكن والسكون والسكينة والسلام والراحة والطمأنينة تماما. ده الأساس. بغمض عيني، تمام، بغمض عيني تماما علشان أفصل نفسي عن الواقع اللي برا، وأدخل وأبحر أكتر في عمق جوايا، في عمق النور اللي جوايا، في عمق هذا الجسد والكيان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وببدأ أسمح لكياني سماح إنه يسترخي من أي شد، ودي أوردر لكل جسمي إنه هو يسترخي من كل شد. أقدر أعمل ده الصبح أو بالليل قبل النوم على طول. لو قبل النوم على طول ممكن وأنا فارد ظهري على السرير، اتس اوكي، ما فيهاش مشكلة. كمان في أنواع من التأمل وإحنا قاعدين، وفي أنواع من التأمل وإحنا نايمين. كل حد على حسب إيه نوع التأمل اللي هو بيعمله وإيه هدفه من التأمل. وفي تأملات بتتعمل الصبح بدري عشان تدي طاقة وتخلي الإنسان يبدأ يومه بحال أفضل، بحال أفضل، ودي هنشرح فيها في الحلقات الجاية أكتر وأكتر. هل في تردد معين، يعني عدد مرات معينة؟ هل في سر للالتزام؟ لأن البعض منا يعني بيزهق بسرعة، ما بيلتزمش، ما بيداومش. فهل الالتزام سر؟ أكيد الالتزام ليه سر وليه أسرار كتير جدا في الوصول عموما لأي هدف إحنا حابين نوصله، سواء الهدف ده قرب من ربنا، الهدف ده أقرب من نفسي وأعرفها أكتر، الهدف ده هدف نجاح وتحقيق لذاتي، أو في شغلي، أو في كاريري، أو في البزنس بتاعي، أو في علاقاتي. الالتزام ما أقصدش هنا بس في التأملات، الالتزام عموما تجاه هدفي
عشان أوصل. فبالتالي لو أنا هدفي إنه أنا أعيش سلام أكتر، هدوء أكتر، بعيد عن الصراعات النفسية أكتر، بعيد عن المشتتات أكتر، فمحتاج إن أنا ألتزم بممارسة التأملات كأني بمارس رياضة بالضبط يوميا، أو يوم يوم لأ. فأنا محتاج إن أنا على الأقل 5 دقايق قبل النوم، أو 5 دقايق أول ما أصحى، أو 5 دقايق الصبح و5 دقايق بالليل، وبعد كده بالتدريج أبدأ أرفعها ل10 دقايق أو ربع ساعة أو تلت ساعة على حسب المناسب ليا. لكن كل ما التزمت ولو حتى بوقت قليل، ولو ب10 دقايق أو ربع ساعة صباحا ومساء، أفضل بكتير من إني ما أعملش أي تأمل خالص وأسيب نفسي للمشتتات الكتير اللي موجودة جوانا وبرانا. فبالنسبة لرد الناس اللي هي بتتكلم إنه أنا بزهق بسرعة، لما الإنسان يحس إن هو ملول أو بيزهق بسرعة، معناها إنه هو مش متواصل مع نفسه كويس في اللحظة هنا والآن. لما يكون الإنسان حاسس بحزن شديد، معناها هو قاعد في الماضي. لما يكون الإنسان حاسس بقلق وبمخاوف وبتوتر، معناها هو مسحوب للمستقبل. ولما الإنسان يكون حاسس بملل هنا والآن، ده معناها إنه هو مش راضي عن الحاضر، ومش قادر يكون في الحضور في البريزنت بتاعه، مش قادر يكون في حالة من الرضا والامتنان والشكر والحضور هنا والآن، ومش مش حابب الحالة أو الستيت بتاعت الحضور بتاعته. فنخرج من ده ببساطة إزاي؟ بمنتهى البساطة أنا ببدأ أكرر أذكار، أوراد، أفعل طاقة الشكر والامتنان، وأخلي كل ترددات وتركيز عقلي على إيه اللي أنا هشكر عليه ربنا النهاردة، سواء في صحتي الجسدية، في نفسيتي، في عيلتي، في بيتي، في أموالي، في أرزاقي، في شغلي، في نجاحي. أبدأ إن أنا أمارس تعديد النعم، حتى لو inside تأمل، يعني حتى لو جوه تأمل، حتى لو أنا مغمض عيني وحاطط إيدي مثلا على مركز القلب، وببدأ يا رب من كل قلبي أنا بشكرك على كذا وكذا وكذا، وأنا ممتن I'm grateful، أنا ممتن على كذا وكذا وكذا وكذا، جوه عقلي بدون اللسان. وأراقب إن أنا جسمي مرتاح، وأبدأ أشكر. فده بيعتبر رجوع لطيف لجوايا، وفي نفس الوقت بيوقف السرحان، وفي نفس الوقت ما تركز عليه يزداد، ففي نفس الوقت بيخليني أركز أكتر على اتصالي بربنا وإحساسي بالنعم وقانون الزيادة، لإن شكرتم لأزيدنكم. فبيبدأ الملل ده يروح، وبالعكس ببدأ أستقبل في يومي وكل يوم خيرات وبركات من ربنا أكتر وأكتر. وبهنا أعزائي المشاهدين بنكون وصلنا لآخر الحلقة الأولى من سلسلة التأمل، وبيتجدد له أنا مع كوتش ريهام الأسبوع القادم بإذن الله. لو وصلت معايا لهنا يبقى الموضوع لامس فيك شيء. لو حاسس بالتغيير بعد السماع والمشاهدة، فيد غيرك بالشير للحلقة، وشاركنا إحساسك قبل وبعد الحلقة بالتعليقات. كان معاك مستر فايبس من بودكاست رحلة وعي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.